السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، ازيكم يا حبايب قلبي وحشتوني، يا رب دايما تكونوا بخير ودايما تكونوا في أحسن حال. يلا نسمي بالله ونشوف هنعمل ايه النهاردة. هنعمل مع بعض كشري، كشري بالدقة اللي محدش يقدر يقول له لأ. هنا بقى أنا قطعت البصل وعملته بشوية نشا كده علشان يبقى مقرمش وحلو معانا. بعد كده حطيته في الزيت بقى عشان نحمره البصل. ده زي خطوة بخطوة، أنا عملته قبل كده معاكم بس عادي مش مشكلة نعمله تاني. طبعا يعني الكشري معظم الناس بتحبه، مفيش محدش بيختلف عليه بصراحة. أنا بقى البصل كان كده يعني يتحمر شايفين. أنا بقى بعد ما طلعته على فكرة هو كان لونه، هو لونه فاتح خالص، بس مش عارفة في التصوير ظاهر غامق ليه، بس هو لونه كان ذهبي كده. التصوير دايما بيظلم الحاجة والله. هكمل بقى بقية البصل. بعد كده بقى حطيت ولعت على العدس بتاعنا، يعني حط العدس على نار والبصل على معلش العدس حطاها مولعة عليها، وفي نفس الوقت برضو مولعة على البصل عشان ننجز مع بعض. يعني الواحد ملوش تركيز خالص، مش عارفة ليه كده. لا شفتوا البصل في الزيت باين ان هو دهبي خالص ازاي، لما بيطلع مش عارفة لونه عامل ايه في التصوير كده، مش عارفة. هسيبها انا بقى الرز دي، انا بقى هعمل الرز. طبعا انا عملت البصل الاول علشان الزيت بتاعه انا مش هرميه، انا هعمل بيه كل حاجة الكشري، مش هنرمي حاجة خالص. انا بقى كنت بحمر الشعرية، طبعا بعمله زي أي رز عادي، رز بشعرية مفيش مشكلة خالص. ممكن بقى تزوديه بمية، يعني مية عادية براحتك، وممكن تحطي المية بتاعة العدس. أنا حطيت بصراحة شوية من مية العدس وشوية مية إيه عادية. وبعد كده ولعت بقى على الصلصة بتاعتنا. الصلصة طبعا توم وطماطم، عملتها قبل كده معاكم. هنا بقى كنت بعمل الدقة بتاعة الكشري. حطيت برضو معلقة زيت، وبعد كده حطيت اسمه ايه ده، توم. حطيت بقى بعد كده بقى الثوم، وحطيت شوية خل وحطيت شوية صلصة وسبتها بقى لحد ما عملت. هنا بقى الكشري بتاعنا، طبعا بعد ما بخلص بقلب كله مع بعضه حلة واحدة. ده بالشكل ده. لو عجبك ما تنسيش تحطي لايك، ولو لسه ما عملتيش اشتراك اعملي اشتراك وفعلي الجرس. شايفين الجمال، والله التصوير بيظلم.